ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هننفذ مع بعض كوفية جديدة. طبعا الالوان بتاعتنا زي ما انتم شايفين حريمي وبناتي. طبعا مش محتاجة ان انا اقول لكم الخيط ايه، هو باين وبيتكلم عن نفسه. اليزا بريكم باتيك. طبعا هوريكم كمان الرقم بتاعه علشان لو حابين تشتروا نفس الدرجة بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين الدرجة بتاعته، الواناته حلوة جدا. تمام. انا معايا هنا 3 شلات، دول اللي هنستخدمهم في الكوفية بتاعتنا. طبعا هخلص المشروع واقول لكم خد مني خيط قد ايه. معانا كمان الادوات بتاعتنا الاساسية، الابرة رقم 5، ومعايا المقص بتاعي، ومعايا كمان المزورة علشان نقيس العرض والطول بتاعنا. طبعا كالمعتاد هنبدأ الكوفية بتاعتنا بالعرض ونطلع بيها على الطول اللي احنا عايزينه. نبدأ كده بسم الله ونشوف هنبدأ الغرزة بتاعتنا ازاي سريعا. اول حاجة بنعملها طبعا مع بعض بنعمل عدد سلاسل، وده بنبقى بنعتبره العرض بتاع السلسال الكوفية بتاعتنا. خلينا نشوف هنا احنا عملنا العرض كام سنتي تقريبا. طبعا المقاسات في ايدك ان انتي تخلي العرض يبقى مساحته كبيرة او صغيرة حسب ما انتي بتنفذي. انا هنا عاملاه حوالي 20 سنتي، دول 34 سلسلة. تمام، دول 34 سلسلة عملتهم. عملت غرزة البداية وعملت كمان 34 سلسلة. عملنا او بداية شغلنا بتكون ازاي؟ عملت 17 اسفة 17 سلسلة. احنا عدد السلاسل بتاعنا مضاعف للعدد 17. بدأت 17 وبعد كده عملت 17 تاني. طبعا ال 34 سلسلة هيعملوا معايا في غرزة الزجزاج او الموجة هتعمل واحدة بس في النص، والباقي هيكون يعني عامل اللي هو الشكل البومبي كده، بس هيكون عندي غرزة واحدة بس او شكل واحد بس في النص اللي هو الزجزاج او الموجة. تمام. حابة يكون اعرض من كده، دي بقى حاجة بترجعلك. لو انت حابة يكون الشكل بتاعك فيه 2 من الموجة او الغرزة الزجزاج دي. احنا هنا عملنا 34 سلسلة. بعد ما بتخلصي العدد المضاعف للعدد 17 بترتفعي 4 سلاسل بالشكل ده كده. تمام. احنا برضو الغرزة بتاعتنا النهاردة بإذن الله هتكون سهلة، نقدر او اي حد يقدر يستخدمها بإذن الله. احنا كده كده الحمد لله بنمشي واحدة واحدة علشان اخواتنا المبتدئين يمشوا معانا الخطوات واحدة واحدة ويقدروا يتعلموا مننا. الغرزة بتاعتنا بقى النهاردة ايه؟ سطر هنكون ماشيين بيه عمود بلفتين. كل الغرز بتاعتنا في السطر ده هتكون عمود بلفتين، والسطر اللي وراه هتكون غرز نصف عمود السطر كله. تمام. نبدأ بسم الله ونشوف غرزنا هتكون ماشية ازاي. انا هنا عملت 34 سلسلة وارتفعت من بعد ال 34 4 سلاسل. بعد كده هلف الخيط مرتين على الابرة وهعد 1 2 3 4 5. هشتغل في الغرزة الخامسة. طيب احنا متعودين في الكوفيات واحنا بننفذها مع بعض انا ما بشتغلش في السلاسل بالشكل ده اللي هي الحرف الفي. انا بشتغل في السلسلة الخلفية اللي هي في الظهر. اول ما بتقلبي كده الشغل بتلاقيها بارزة كده، دي اللي انا بشتغل فيها. طيب بتشتغل فيها ليه؟ علشان لما اخلص السطر بتاعي وابدأ ارتفع ابني الكوفية، ابني الطول اللي انا عايزاه، الاقي ان الشكل بتاع السلسلة من هنا متساوي، اقدر اركب فيه الشراشيب. لكن لو اشتغلت بالشكل ده
بلاقي ان السطر ده شكله حاجة مختلف غير اخر السطر بتاعي او اخر غرزة بقفل بيها الكوفية بتاعتي. نبدأ بسم الله. لفينا الخيط مرتين على الابرة، اعد 1 2 3 4 5، هدخل في السلسلة الخامسة او الحلقة الخامسة في ظهر الشغل بتاعي بالشكل ده كده، واسحب الخيط الاقي معايا 4 حلقات على الابرة. الف الخيط اطلع من اول 2، الف الخيط اطلع من تاني 2، الف الخيط اطلع من اخر 2. دي اول غرزة عمود بلفتين عملتها. تمام. بعد كده الف الخيط مرتين على الابرة واروح على الغرزة اللي وراها على طول، هعمل فيها تزايد. يعني ايه؟ هعمل في نفس الغرزة 2 عمود بلفة. الف الخيط على الابرة واطلع من اللفتين، الف الخيط واطلع من 2، الف الخيط واطلع من 2. تمام. بالشكل ده كده الف الخيط مرتين، وفي نفس المكان اللي اشتغلت فيه اخر غرزة عمود بلفتين هشتغل مرة كمان عمود بلفتين. ده اسمه تزايد اللي انا بعمله بالشكل ده. مرة كمان الف الخيط مرتين على الابرة، والغرزة اللي وراها بالظبط انا شغالة في الحلقة الخلفية، وهكذا. تمام. الف الخيط مرتين وفي نفس الغرزة اعمل فيها عمود تاني بلفتين. تمام كده بالشكل ده. الف الخيط مرتين على الابرة وهسيب الغرزة دي واروح على اللي وراها، هشتغل في الغرزة دي عمود واحد بلفتين. اللي وراها لأ، اللي وراها يعني اسيب واحدة واروح للي بعدها على طول. الف الخيط مرتين على الابرة، اسيب واحدة اروح للي وراها، الف الخيط مرتين على الابرة، اسيب غرزة اروح على اللي وراها. بين كل عمود بلفتين بسيب سلسلة واروح على السلسلة اللي وراها، وافضل شغالة بنفس الطريقة. كده بعد التزايد عملت 4 عواميد. اعمل بقى العمود الخامس. الف الخيط مرتين على الابرة، اسيب السلسلة اللي بعد الشغل اللي احنا اشتغلناه اروح على اللي وراها واشتغل عمود بلفتين بالشكل ده. نراجع مع بعض احنا اشتغلنا ايه. اشتغلت 34 سلسلة. بعد ال34 سلسلة عملت 4 سلاسل ارتفاع. بعد كده رحت لفة الخيط مرتين على الابرة بالشكل ده كده. تمام. علشان اعمل عمود بلفتين رحت عدى 4 سلاسل ورحت داخلة في الغرزة او السلسلة رقم 5، بس ما بشتغلش في السلاسل اللي هي
بالشكل ده. انا بشتغل في الحلقة الخلفية بتاعة السلاسل اللي انا كونتها في البداية. تمام. دخلت في الغرزة او السلسلة الخامسة واشتغلت عمود بلفتين، واللي وراها على طول اشتغلت في السلسلة الواحدة عمودين بلفتين، واللي وراها على طول عمودين بلفتين، ورحت سايبة سلسلة وبدأت اشتغل 5 عواميد بلفتين، بين كل واحدة والتانية بسيب سلسلة من تحت. هنا هعمل ايه كمان؟ دي بقى المجموعة اللي جاية هنركز فيها كويس، علشان دي اللي هتدينا الشكل اللي هو الزجزاج او الشكل بتاعنا اللي هو الموجة اللي هيدينا التمويجة دي. هلف الخيط مرتين على الابرة زي ما متعودين. السلسلة اللي عليها الدور دي اسيبها، اروح للي وراها ادخل فيها بالشكل ده، اعمل العمود بلفتين بتاعي، وفي نفس السلسلة هعمل عمود تاني بلفتين. تمام. ألف الخيط مرتين على الإبرة، وبعد كده وهنا بقى مش هسيب سلاسل فاضية بين كل غرزة والتانية، لا أنا هشتغل فيهم على طول. بلف الخيط مرتين على الإبرة وأروح على الغرزة اللي وراها اللي عليها الدور، وأشتغل في كل غرزة عمودين بلفتين. ادي العمود التاني في نفس السلسلة، اللي وراها لازم تعملي 6 عواميد ورا بعض، وفي كل عمود او كل سلسلة عمودين بلفتين. بصوا كده، دول ال5 اهم، وهنا عملت 3. اشتغل الرابعة، ال5. طبعا السطر ده الاساسي اللي احنا بنبني عليه الشغل كله بتاعنا او باقي السطور بتاعتنا. تمام. ادي 1 2 3، 1 2 3 4 5. دي اخر سلسلة هنشتغل فيها الاتنين عمود بتوعنا.
وبكده اكون خلصت المجموعة بتاعتي. طبعا هنا لازم يكون المجموع بتاعي ان انا اشتغلت ست عواميد في 6 تاني، يبقوا 12 عمود بلفة عملتهم ورا بعض بالشكل ده. بدأت الغرزة تبان معايا. الخطوة بعد كده اللي بعملها علشان ابدأ اكمل اخر السلاسل بتاعتي، بلف الخيط كده مرتين، اسيب غرزة او سلسلة واروح على اللي وراها على طول، اشتغل ال5 عواميد اللي هشتغلهم المفروض ورا بعض، بس بسيب بين كل عمود والتاني سلسلة. ادي كده 1 2 3. انا بسيب اهو بين كل سلسلة والتانية سلسلة، وبشتغل عمود بلفتين بنفس الغرزة. تمام. 3 4 5 بالشكل ده كده. تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بسيب السلسلة اللي بعد العمود ده واروح على اللي وراها، وانا برضو لو عديت السلاسل اللي تبقى باقية معايا 1 2 3 4 لازم يكونوا 4 بس متبقيين معايا. بسيب السلسلة اللي عليها الدور وادخل على اللي بعديها، هيبقى عندي ال3 الاخرانيين دول اللي هشتغل فيهم. كل واحدة هشتغل فيها 2 عمود بلفة. ده التزايد بتاعي زي اللي عملناه الناحية التانية بالظبط. دي السلسلة رقم 2 هشتغل فيها عمودين بلفتين. كده 1 ادي التاني، واللي وراها اول عمود والتاني في نفس المكان. ودي الغرزة التالتة او الاخيرة بشتغل فيها عمودين بلفتين. دي علشان قريبة من عقدة البداية هتكون صعبة شوية، بس اهم حاجة اوعي تنسيها. تمام كده. ده اول عمود والتاني والاخير في السطر بتاعنا. كده انا خلصت السطر بتاعي. بعد كده هشتغل في السطر الجديد بتاعي. هعمل ايه؟ هرتفع سلسلة، الف الشغل بتاعي، وهشتغل السطر التاني اللي هو هيكون غرزة نص عمود
فوق كل سلسلة انا شغالة فيها. بدخل طبعا تحت حرف الفي في كل السلاسل دي، بشتغل هنا بالشكل ده. تمام، بالشكل ده كده بشتغل نص عمود فوق كل غرزة بتقابلني. بلف الخيط على الابرة، طبعا انا لفه الشغل بتاعي اهو. دي الغرزة اللي ارتفعت بيها او السلسلة اللي ارتفعت بيها، لازم اشتغل فيها بالشكل ده. بقى معايا 3 لفات خيط على الابرة، الف الخيط واطلع من ال3 كلهم مرة واحدة. دي غرزة نص عمود، الف الخيط على الابرة واشتغل اللي وراها واطلع من ال3 على طول. الف الخيط على الابرة، ادخل الغرزة اللي عليها الدور، معايا 3 لفات، الف الخيط على الابرة واطلع من ال3، الف الخيط على الابرة واروح على اللي وراها، وهكذا. ده السطر بتاعي اللي هشتغله بالطريقة دي. مفيش حاجة اكتر من كده هعملها في السطر ده. هفضل شغالة غرزة نص عمود بالطريقة دي لغاية اما نوصل لنهاية السطر بتاعنا. انا وصلت لنهاية السطر بتاعي اللي انا كنت شغالة فيه غرزة نص عمود. طبعا لازم تتأكدي من العدد بتاعك ان انت شغالة 34 غرزة، علشان لو غرزة وقعت منك هتلاقي ان السطر او الغرزة بدأت شكلها يبقى مش مظبوط. تمام، انا هنا عندي المفروض دي الغرزة رقم 33. في غرزة اخيرة اوعي تنسيها، احنا هنا كنا شغالين 4 سلاسل ارتفاع. هشتغل في الغرزة الرابعة غرزة نص عمود، دي بقى اللي هتنجح لنا الغرزة بتاعتنا، اوعي تنسيها زي ما قلتلك. دي غرزة النص عمود، شايفين شكلها فرق معايا وبدأ يطلع الحردة او الاخر الكوفية بتاعي بقى يبقى مظبوط كده. تمام، زي اولها بالظبط. ده الاساس بتاع الشغل بتاعي. هنكرر السطرين دول بالطول المناسب اللي احنا عايزينه. عايزة تعملها 150 متر، 160، 170، 180، 200، اللي هي 200 متر اللي هي مترين يعني، فحسب ما انت عايزة. نفس الحكاية اتفقنا. لو انت عايزة تعملي الشكل ده يكون في واحد تاني جنبه من الناحية دي مثلا، او يكون في منه 3، يعني انت اللي اقصده ان انت تعرضي يبقى شال، انما انا عاملاها كوفية. تمام، وهنكرر السطرين دول. طبعا الحتة دي بتاعة الخيط دي كانت في عقدة البداية، انا طولتها شوية علشان هسويها مع الشراشيب بتاعتي ما تكونش شكلها بايظ او حاجة، فهدخلها من ضمن الشراشيب. الخطوة بعد كده اللي هعملها هبدأ اتنقل على السطر الجديد، والسطر الجديد هيكون زي اول سطر اشتغلناه مع بعض، اللي هو السطر رقم 3 اللي هنشتغله هو السطر رقم 1 اللي هو العمود بلفتين. اول حاجة بنعملها بنبدأ نشتغل 4 سلاسل ارتفاع بالشكل ده. الف الخيط مرتين على الابرة، عندي ال4 سلاسل دول. اول غرزة اشتغلتها اللي هي دي هدخل فيها بالشكل ده وهعمل عمود بلفتين، واللي وراها عمودين بلفتين،
تاني نفس اللي عملتيه تحت، هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتعمليه فوق علشان يكون الشكل واحد ومتناسق معاكي بالشكل ده. في السطر الاول نفذته كمان في السطر التاني، وكده يعتبر وصلت لنهاية السطر. هنا علشان اتأكد ان العدد بتاعي مظبوط هلاقي ان السطر بينتهي ب4 سلاسل. بلف الخيط مرتين على الابرة، اسيب السلسلة اللي عليها الدور واروح على اللي وراها على طول، اعمل في نفس الغرزة عمودين بلفتين، ده اول عمود، اعمل التاني واللي وراها على طول اعمل عمودين بلفتين، واخر عمود في الغرزة دي. كده اكون خلصت السطر بتاعي. الخطوة بعد كده اللي هعملها، هرتفع سلسلة والف الخيط على الابرة وهلف الشغل بتاعي، وفوق الغرز دي هشتغل غرزة نص عمود بالشكل ده، فوق كل غرزة تقابلني غرزة عمود، وهكرر السطرين بنفس الطريقة اللي شرحناها اللي فاتت، وده هيكون الطريقة اللي همشي بيها طول الكوفية اللي انا عايزاه. وطبعا بعد ما اخلص الطول بتاعي واوريكم الفينش، هوريكم كمان الشكل النهائي بتاع الكوفية. انا هفضل شغالة بالشكل ده لغاية اما اخلص السطر بتاعي غرزة نص عمود، واقوم مرتفعة 4 سلاسل والف الشغل بتاعي وابدأ اشتغل عواميد بلفة فوق كل عمود والتاني. وده شكل الغرزة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. يا رب تكون الغرزة سهلة وبسيطة واي حد يقدر ينفذها. هشتغل وهخلص الطول المناسب بتاعي وارجع لكم تاني. شايفين ده الشكل النهائي بتاع الكوفية بتاعتي. عايزة اقول لكم الغرزة شكلها شيك جدا وحلوة. تقدروا تكبروا زي ما اتفقنا في بداية الفيديو، تكبروا العرض بتاعها، وتقدروا كمان تغيروا في الالوان. وطبعا انصحكم تجربوا الغرزة دي وتقولولي رأيكم في الكومنتات، ومستنية برضو تبعتولي صور الموديلات اللي هتنفذوها على صفحتنا على الفيسبوك باسم القناة، هو سارة كروشيه اند كيتشن. مستنية كل آرائكم في الكومنتات، وما تنسونيش بقى باللايك، وما تنسوش كمان علشان هنعمل ان شاء الله حاجات جديدة، فيديوهات جديدة. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس لو انتوا مش مفعلينه، اتأكدوا سريعا كده. شكرا ليكم على حسن المتابعة، واستنوني الفيديوهات جاية، واستناكم بإذن الله، واشوفكم على خير. باي باي.